في مسائل كثيرة بيقولوها الصوفية في مسألة الحضرة النبوية والحضرة الإلهية، وأن المسائل هو كان في الحضرة، نحن ما مسؤولين بها. نحن بنفتكر أنه زي ما قلنا قبلك الوجود كل ما فيه غير، إلا بالنسبة لنا نحن الغير، لغفلتنا نحن وعدم حضورنا. فالحضرة هي حضرة القلوب. يعني هسه أنت لما تقوم في صلاة أنت حاضر مع الله وحاضر مع النبي، لأنه هما الاثنين الطرف القريب من النبي. الحالة واحدة، من يطع الرسول فقد أطاع الله. كأنه نحن لما نكون في مستوى قليل بنكون في الحضرة النبوية، لما نرتفع إلى فوق العقول اللي بيقول عليها قبلك ترفع حجاب العقل وتكون أنت في شهود ذاتي بلا كيفية، أنت في حضرة إلهية. ودي الحضرة اللي تنفع كأنه تمشي لمصاير الناس في مستقبل الأيام. الله في إطلاقه والله في قيده. الله في قيده تقيد بالذات المحمدية المطلق، ولا يعرف ولا يسمى ولا يشار له، وإنما يعرف عندما تنزل في مرتبة الاسم تسمى نفس الله. الله ده يطلق على الذات المطلقة بالإشارة بس، الذات المطلقة أكبر من الاسم وأكبر من الصفة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، لكن العقول ما بتدركه. فلما تقيد بالاسم في مرتبة الله الرحمن الرحيم أصبحنا بندركه. القيد ده أول على الذات المحمدية، فجاءت الذات المحمدية في مرتبة القيد والله في مرتبة الإطلاق. الذات المحمدية يطلق على اسم الله في المرحلة دي، حتى لما نيجي يقول يد الله فوق أيديهم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. ده هو المعنى اللي به أن النبي في مرتبة من الألوهية يطلق على اسم الله. يد الله فوق أيديهم، وكانت فوق أيديهم إلى النبي، وبعدين من يطيع الرسول فقد أطاع الله. فعندهم أول قابل للتجلي المطلق اللي هو في قمة المخلوقات الذات المحمدية. فأنت بتكون في حضرة الأسماء، في حضرة الذات. في حضرة الذات دي بتكون بلا كيفية، ما دام العقل بيدرك أنت في حضرة الأسماء، في حضرة الصفات، في حضرة الأفعال تختلف. لكن إذا العقل وقف عن الجولان كلية احترت، إذا احترت أنت عن الإدراك، زي ما يقول العجز عن الإدراك إدراك، العجز عن الإدراك إدراك، بالصورة دي تكون في حضرة إلهية. نحن نحب أن المعاني تؤخذ بالصورة دي، ولذلك نحن عندنا فعلا أشرطة مسجلة عن الحضرة فيها كثير من الكلام لتنتهي إلى الصورة دي، أن الحضرة هي حضرة القلوب، والوجود كله حاضر، لأنه هو الله. الوجود هو الله، هو مظهره وتجسيد علمه، زي الكلام اللي قلناه قبل. تنزلت الذات لمرتبة العلم، لمرتبة الإرادة، لمرتبة القدرة. القدرة تمثيل العلم موجه بالإرادة. فهي الوجود ده اللي احنا شايفينه ظاهر هو الله، لكن الله مش الوجود، لأنه الله مطلق ما بيتقيد إلا في ما ندركه نحن، في إدراكنا نحن له تقيد لنا في الاسم والصفة وفي المظاهر المختلفة. فالوجود حاضر، يعني الله حاضر مع كل شيء، كل شيء صايع ويسبح، وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. درجات المعارف، درجات الرجال من المعارف في الحقيقة درجات تتوقف برضو، نحن ما بنرتب على القطب الغوث والأشياء زي دي، ده في تاريخ التصوف موجود، ده موروث التصوف. لكن نحن عندنا أنه المعارف على تتنزل على مقدار، يعني نحن نعرف العارف بما يقول وبما يعمل وبجرمه. ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. فدي كلها بتبرز الإنسان. درجاتهم شنو؟ نحن هسه عندما مثلا في الجمهوريين في درجات،
لكن ما بنسمي ده شنو ده شنو، ده قياديين مثلا. وما بناخد واحد صغير قدام واحد كبير، فالصغير بيظهر من الكبير، بيظهر بعلمه، بيظهر بسلوكه، معارفه بالله وطاعته وحسن سيرته. ما بناخد واحد صغير فوق الكبير، لكن ما بنرتبهم قوس وغصب.